السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض فراخ بلدي شمرت كده. تربية بيتي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله دايبة دوبان، وهنعمل معاها كمان شوية شوربة من الاخر. طعم وريحة يعني ايه تحفة. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الفراخ الحلوة اللي انتوا شايفينها دي الذهبية ازاي. هنا عندي فرختين شمر تربية بيتي زي ما قلت لكم. كل واحدة فيهم واحدة وزنها 1100 و200 جرام، وواحدة 1100. هو الفراخ الشمرت كده ما بيقلش عن الكيلو، وما بيزيدش عن الكيلو وربع. تمام. طبعا حبايبي بنضفاهم، دول طازة يعني ما كانوش عندي في التلاجة ولا حاجة. تمام. فهنعمل تعالوا بقى ايه المحلول بتاعه. اول حاجه هجيب حله كده واسعه، ولا هنزل بشويه كده حلوين من الملح، يعني قولي حوالي 3 معالق كده من الملح. ولا هنزل معايا هنا بنص كوبايه من الدقيق، وليمونه بالقشر بتاعها. ولا هنزل كده معايا بشويه ميه، طبعا عايزاك تغمريها بالميه. لا هنزل بميه كده تكون ايه فاتره. مش عايزينها مغليه ولا سخنه، لا عايزينها فاتره. واللي هنحط فيها بقى ايه الفراخ بتاعنا، وهنسيبها كده تتنقع لمدة ايه يعني ربع ساعة لحد ما نعمل ايه الفريك. ما احنا النهاردة هنعمل ايه فراخ بالفريك. يا رب ان شاء الله كده الوصفة تعجبكم. هجيب حلة كده، ولا هنزل عليها بمعلقة كبيرة كده من السمنة وشوية من الزيت. يسخن معايا، ولا هنزل ببصلة مقطعاها كده، لا هي ناعم ولا هي خشن، يعني وسط في الكبة. وعندي هنا كمان الفريك بتاعي منقوع لمدة نص ساعة. طبعا الفريك بيختلف، لو انت الفريك جديد طبعا هتنقعيه لمدة يعني نص ساعة واقل. اما بقى ده طبعا زي ما انتوا عارفين ان ده الفريك بيكون ليه سنة درك تقريبا، عشان الغلة الجديدة لسه ما نزلتش، فهو هيحب نقع زيادة شوية كده، يعني قولي ايه يعني ساعة الا ربع. تمام. بعد ما نقعته كده، وطبعا الاول نضفته كويس ونقعته لمدة ساعة الا ربع. معاكي اقل حاجه من نص ساعه لساعه الا ربع بالكتير، مش اكتر من كده. طبعا وصفيته من الميه. ومعايا البصله زي ما شفتوها كده، بقت معايا لونها ذهبي. مش عايزاك تغمق البصل عشان ما تمررش معاك، وكمان لسه احنا اللي هنشوح معاها الفريك، فهتاخد لون اغمق من كده. شوحيه كده لمدة 10 دقايق عشان يبقى متفلفل كده وحلو وجميل من داخل الفراخ. وعايزاكي زي ما قلت لك تحطي الزيت كده والسمنة كمية محترمة، عشان كمان يطلع معاكي لامع كده وجميل. تمام. زي ما انتوا كده شايفين هنقلبه لمدة 10 دقايق. لو ملاحظين ان البصلة اغمق شوية انا وبقلب، عشان كده عايزاكي من الاول تخليها لونها ايه ذهبي. هنزل هنا بقى بالتوابل بتاعتي، والتوابل بتاعتي حبايبي هي عبارة عن ملح وفلفل وشوية كمون. والملح طبعا على حسب الرغبة، زي ما انت حابة تحطي الملح بتاعك. هنا حطيت الملح والفلفل وشوية كمان، واللي هنزل ايه بمعلقة الكمون. هنا زي ما شايفينه كده اتشرب واتغلف كويس من الزيت. هنا طبعا يا حبايبي اللي هنزل يعني مش بالكتير، يعني اقل حاجة يعني كوباية، يعني نص كوباية مية. يعني لو عايزة تزوديها توصل للكوباية، اوصل الكوباية لغاية ما تعرفي درجة الفريك اللي انت حباه ازاي. طبعا احنا ما بنسويهش لان هو هيكمل تسوية من داخل الفراخ، يعني هتخليه كده نص تسوية. هنا طبعا بعد ما اتنقع معايا الفراخ من عملت الفريك، اخدته كده تحت الحنفيه شطفته شطفه حلوه كده محترمه. وبعد كده اهني ايه جبته. انا بوريكم هنا اللي هو الزجد بتاعه كده، بقول لك ايه ان هو مفتوح الصدر بتاعه، يعني مفتوح لغايه ايه العظمه كده لغايه الصدر بتاعه. هنا طبعا الفريك بتاعي زي ما انتوا شفتوه كده، يعني اهو ما شاء الله سخن ومفلفل وحلو. هجيب هنا بقى، انا بحب يعني اتبل الفراخ من جوه ملح وفلفل. وهجيب كده بقى الفريك بتاعي، ولا هنزل ايه بيه بالمعلقه. حابه بقى تضغطيه بايدك اضغطيه. طبعا الفريك سخن مش هتعرفي تضغطيه بايدك، عشان طبعا الصدر يتملي معاكي. تمام. انا جبت هنا المعلقه الخشب بتاعتي، وايه وبقيت ادخل بيها. ولا هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله الصدر حيتملي كده معايا بالفريك، وهتبقى حلوه.
مش عايزة يا ست الكل يعني تحطي كده فريك في الصدر براحتك، دي حاجة ترجع لك. ها شايفين بعبيه ازاي؟ بدخل كده وبعد كده بقى ايه بحطه في الصدر. هو والله يعني يا جماعة انا عملت هنا فرختين بالفريك، وعملت فرخة بالرز، بس طبعا اللي عملتها بالرز ما عملتهاش قدام الكاميرا. ليه قلت عملت 2 فريك واحدة رز؟ عشان انا عندي فيها اللي ما بيحب عملت له ايه بالرز، بس زي ما قلت لكم عملته بعيد من الكاميرا. هنا يا حبايبي شوفين بعد ما عبيت الصدر ما شاء الله وعبيت من تحت، هنيجي بقى ايه نحط نقفل بقى عليها. سهلة جدا. وزي ما قلت لكم انا عملت 2 بالفريك وواحدة بالرز، اللي هتشوفوهم معايا ايه في الاخر. اهو حبايبي قفلتها ما شاء الله عليها اهي، وهعمل التانية كمان زيها، ونفس طريقة الفريق عملتها ايه، عملت برضه طريقة الرز زيها بالظبط، نص تسوية، وهيكمل ايه السوا في المية طبعا بتاعته. هنا طبعا بتبلها بالملح والفلفل من الداخل زي ما عملنا الاولانية هنعمل التانية. شايفين اسهل من كده مفيش. ادي حبايبي بالمعلقة الخشب كده طرفها من تحت، وعبيتها اهي ما شاء الله الاتنين معايا. على فكرة ما تعبيهمش علشان ممكن عشان ما يفرقعوش معاك ايه في المية، انا ما عبتهمش بس هم فرقعوا معاي. بس هقول لك السبب اللي خلى الفراخ فرقعت معايا كده وفتحت معايا في الشوربة، لا هوريها لك. هنا بعد ما كبستهم اهم يا حبايبي ما شاء الله الله اكبر العسل، وشكلهم حلو اهي بوريهولكم. طبعا التالتة زي ما قلت لكم انا بس ما عملتهاش قدام الكاميرا اه زي ما شايفين. يلا بينا بقى هروح عند البوتاجاز. جبت حلة كده حبايبي كبيرة كده واسعة، حطيتها على البوتاجاز وفيها مية، وقبل تبتدي تغلي لحنزل هنا بشوية طماطم كده محترمين يعني 3 4 قطعتهم كده حلقات، وبصلتين وقرن فلفل، وبشوية ملح وفلفل وورق لورا. معلش ورق اللورا اللي عندي مكسر، بس ما يضرش يعني، هي كده كده ايه هنصفيها بالمصفى. وبعد كده عايزة اقولكم يا حبايبي شايفين، عايزة اوريكم دي اللي خلى معايا الفراخ فرقعت معايا في المية. دي فراخ دي معمولة جديد مش في التلاجة عشان تفرقع معاي، وانتوا زي ما شفتوها مش مكبوسة خالص. اللي خلاها فرقعت معاي ضفري كده خدشها من هنا عند الصدر كده وخدشها اهم ملاحظين. بوريها لكم كده اهي اتفتحت، فدي بمجرد ما هتدخل المية بقى لا هتفرقع. وربنا يستر كمان يعني هو ايه، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وكلنا بيحصل معانا كده صح ولا لا؟ قولوا لي بقى ان كان بيحصل معكم كده ولا خيابة مني. معلش هي يعني حتى التانية اتفتحت مني بشكل يعني سبحان الله معرفش انا ايه، زي بعد ما كبستها وحلوة وجميلة اتخدشت مني، فاكيد هتفرقع. هنا يا حبايبي اها زي ما انتوا شايفين بحط الفراخ بعد ما غلت، لازم المية تغلي طبعا، سيبيها تغلي هتنزلي بيها وهغطيها بقى وتسيبي الطبق كده الغطا كده موارب. عايزه اوريها لكم بودي بمجرد والله ما حطيتها في الميه فرقعت على طول، ما كملش 5 دقايق ايه زي ما شايفينها. الحمد لله الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. تمام لا حسيبه مش هتاخد معايا تسوية غير يعني نص ساعة، مش لان فراخ دي شمرت فهتستوي بسرعة. شايفين الشوربة وشكلها حلو ازاي ما شاء الله الله اكبر. تعالوا بقى اللي هنعمل ايه ال يعني الدهان بتاع الفراخ، عشان احنا صراحة بنحبه ايه ندهنه كده وندخله تحت الشواية عشان طعمه كده طعم الشوي فيها. نزلت هنا بشوية ملح وفلفل، وبعد كده نزلت بالزيت، ويعني حاجة بسيطة كده من البابريكا. طبعا زي ما انتوا شايفين ان هي اصلا الصلصة اللي انا حطيتها دي دول 3 معالق صلصة بس، الصلصة دي صلصة معلبة، وهي من كده كده في المصانع بيحطوا لها بابريكا عشان ايه لونها يحمر. فانا حطيت يا دوب شويه قليلين خاص من البابريكا اللي عندي، وزيت طبعا عشان يديه لمعه حلوه.
وفلفل وملح كده عشان ايه يتحيق معايا كده ويبقى طعمه حلو. وجبت بقى طبعا ايه الخلطة بتاعتي دياتي ولحدهم بيها ايه الفراخ بتاعي، والشواية بتاعتي شغالة علشان بمجرد ما يدخل ياخد لون. هنا بقى حبيبي زي ما انتوا شايفين كده قطعت الراس بتاعتها، ولو انت حابة تقطعيها من قبل تدخليها الحلة كده وتسلقيها قطعيها. تمام. هنا دهنتها وهدخلها حبايبي الفرن بقى، وهوريكم بقى الثلاث فرخات بعد كده. شايفين الشوربة ما شاء الله، ده بعد ما طلعت ايه الفراخ. هنا بقى يا حبايبي بعد ما دخلتها الفرن، دي اللي انا قلبتها في الصينيه الفردانيه دي عاملاها بالرز زي ما شايفينها، ودول طبعا بالفريك. اتمنى الطريقه بتاعتي تعجبكم يا جماعه والله وتجربوها. انا عارفاكم شاطرين طبعا وعملتوه، بس والله حلو جدا لما بتعمليه وتدخليه الفرن. شايفين دي الرز بقى، دي بالرز. شايفينه مفلفل ازاي وحلو، يا ريت يكون ايه شايفينه وملاحظينه كويس اهو مفلفل وزي العسل. وادي كمان الفريك، والفراخ شكله حلو ما شاء الله، يعني يفتح النفس. وكان الفرخة حتى ما فرجعت معايا ولا حاجة في الحلة، شكله حلو مغري والله. شايفين هنا دي الأجنحة ودي كلها والرقاب وكده. ده طباخ السنبيدو يا جماعة. شايفين ما شاء الله الله أكبر. شايفين حبة شوربة حلوين ازاي، والله الريحة جايبة لآخر الشارع، ما تقوليش فراخ والله تقولي ضاني كمان. شايفين وشكله حلو جميل جدا. عايزاكم لو وصلت لغاية هنا بقى وعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بقى باللايك والاشتراك، وعايزاك تشير الفيديو على قد ما تقدري عشان غيرك يستفيد، وكمان عشان الفيديو ايه يترفع. ده اذا كنت انت شايفاها بقى يستاهل او لا. وعايزاك تصلي على النبي كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتدعي لي بقى دعوة حلوة كده من قلبك. شايفين ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صراحة يعني اكل يفتح النفس. شايفينه مستوي ازاي ودايب كمان، دوب في البق. شايفينه شكله حلو والله كأنك عاملاه على الفحم، ريحته حلوة جدا جدا جدا. شايفين كأنه يعني شويح كده من الاول للاخر من غير ما تسلقيه في الحلة. شايفين دايب ازاي وحلو طعمه جميل. وبكده يا حبايبي ايه اقول لكم انتهيت من الفيديو. نلتقي الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.